الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب انصر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمته الحق والدين. اللهم ارفع راية القرآن في كل مكان. اللهم اعد المسجد الاقصى الى اخويه سالما غانما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اشملنا بشفاعته، اورثنا حوضه، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا عظيما. آمين. واشهد ان لا اله الا الله هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة، وكل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. يقول الامام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ان القبر ينادي ابن ادم كل يوم ب5 كلمات. يقول القبر: يا ابن ادم، تمشي اليوم على ظهري وغدا ستنام في بطني. يا ابن ادم، تفرح اليوم على ظهري وغدا ستحزن في بطني. يا ابن ادم، تضحك اليوم على ظهري وغدا ستبكي في بطني. يا ابن ادم، تعصي الله على ظهري وغدا تتعذب في بطني. يا ابن ادم، تاكل اليوم على ظهري وغدا سيأكلك الدود في بطني. من الواحد؟ من الباقي؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الحي؟ من القيوم؟ من العلي؟ من العظيم؟ من المعز؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المميت؟ من مالك الملك؟ من ملك الملوك؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الولي؟ من القوي؟ من الرزاق؟ من ذو القوة المتين؟ من ملك الملوك؟ من ملك الملوك؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المعصي؟ من المانع؟ من المجيد؟ من الحميد؟ من الغفور؟ من الودود؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من القادر؟ من المقتدر؟ من الخبير؟ من المقيت؟ من الاعلى؟ من الكبير؟ من
المتعال، من الواجد، من الماجد، من الواحد، من الواحد، من الواحد، يحمد الواحد. يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، تمشي على ظهري وغدا ستنام في بطني. يا ابن آدم، تفرح على ظهري وغدا ستحزن في بطني. يا ابن آدم، يا ابن آدم، تضحك على ظهري وغدا ستبكي في بطني. يا ابن آدم، تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني. يا ابن آدم، تأكل على ظهري وغدا سيأكلك الدود في بطني. يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، اسمع ماذا يقول لك المالك الملك عندما يودعك الناس وأنت وحيد في قبرك. يقول لك صاحب العظمة والكبرياء عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا واترك دواعي الألم، واعدل مع الظالم مهما ظلم. نهاية الدنيا فناء، نهاية الدنيا فناء، فعش فيها كريما واعتبرها عدم. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يقول الحبيب: كيف انتم اذا طغى شبابكم وفسدت فتياتكم؟ قالوا: او كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، واشد من ذلك سيكون. كيف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا: او كائن ذلك يا رسول الله؟ قال:
واشد من ذلك سيقول: كيف انتم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: او كائن ذلك يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: والذي نفسي بيده لتكونن فتنة يصير الحليم فيها حيران. فتنة يصير الحليم فيها حيران. ونحن في هذا الزمان نعيشها. حار الحليم وعجز الطبيب، وامرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف. اصبح الخصم العنيد قاضيا، واصبح الذئب الدار راعيا، والتبس الامر واشتبهت القضايا وحار العقل. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيدي انا نسير بقصرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي كن للنجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايس الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، من اين والى اين ولماذا؟ من اين؟ من مدرسة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. الى اين؟ الى نادي الخريجين بدولة البحرين، احدى دول الخليج العربي الاسلامي. ولماذا؟ اما لماذا فمع الدرس 63 بعد 100 الثالثة. وقبل ان اقول لماذا، احيط سيادتكم علما بان الاسلام في هذه الايام يخوض معركة من اعتى المعارك الشرسة. لماذا اذهب بحضراتكم اليوم الى نادي الخريجين بدولة البحرين؟ لان هناك طبيبة مصرية، طبيبة مصرية القت محاضرات في الكويت، ثم انتقلت الى البحرين، واجتمع العرب يستمعوا الى طبيبتنا الموقرة، وكنت اظنها ستحاضر في مادتها في علم الفسيولوجيا او في طب الاطفال او في طب النساء، لكن الدكتورة نوال السعداوي المصرية صاحبة كتاب المرأة والجنس، المرأة والجنس، وقفت في نادي الخريجين لتقول للمسلمين ماذا؟ لتقول لمسلم العرب ماذا؟ لتقول لهم ان حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب المرأة بالبلادة وعمى العقل، ولتقول بالتدريج كنسوي بين المرأة والرجل في الميراث، وتقول